السلام عليكم. لو انت دفعة 26 فصدقني الفيديو ده ليك. مش جاي اقولك ذاكر ولا جاي اقولك شد حيلك، انا جاي اقولك شوية حاجات لو انا مكانك كان حد يقولها لي. كلام بسيط بس ممكن يغير وجهة نظرك في السنة كلها. أفضل الحكايات. السنة لسه ما بدأتش ولسه ما فيش دروس ولا في ضغط، بس السنة دي اخطر من اللي قبلها واهم من اللي بعدها. تالتة ثانوي ممكن تبان انها سنة عادية، بس هي اللي بتكتشف منها حاجتين. اول حاجة، هل انت فعلا عاوز توصل لحاجة؟ وهل انت فعلا هتشتغل عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها؟ وبتقيس قدرة تحملك وتحمل مسؤولية. ننقل بقى يا صديقي وتعالى اقولك المشاكل اللي موجودة، ولكن مش في الكتب. زي ما تقوم متأخر وتحس بتأنيب الضمير، زي ما تحس انك اقل من صحابك عشان هم اعلى منك في مستوى المذاكرة مثلا. كل ده مش موجود في الكتب، بس تعالى انا اعرفهولك. كل ده طبيعي جدا، بس اللي مش طبيعي انك تفضل ساكت وما تتحركش. كل دفعة في ناس بتضيع نفسها وفي ناس بتبني نفسها، فانت خليك من اللي بيبني نفسه. وصدقني يا صديقي، مش دايما الاذكى هو اللي بينجح. اللي بينجح يا صديقي هو اللي عارف هو عايز ايه وبيمشي بيها خطوة بخطوة. وانا هنا يا صديقي جاي اقولك المشاكل اللي محدش بيتكلم عنها. انك تقوم من النوم تصحى مش عارف تذاكر، وتصحى متأخر مش عارف تنظم مواعيد وقتك، ومش عارف تذاكر ازاي وتبدأ منين وتروح فين. كل ده انا بقولهولك وهقولهولك. عايز اقولك كمان حاجة يا صديقي، كل اللي انت شايفهم معدين فوق 90% والدفعات السابقة واللي طالع على الاولى الجبرية، كل ده مر بنفس الحالة اللي هتمر بيها او مريت بيها يا صديقي. فانا جاي اقولك الفرق ما بين الشخص اللي عايز فعلا يحقق هدفه والشخص الكسول اللي مش عايز يحقق هدفه او نفسه بس مش عارف يحقق هدفه. هو حاجة من الحاجتين، يا تعملها تحقق هدفك، يا ما تعملهاش وتعمل حاجة تانية وتبوظ النجاح اللي كنت هتحققه. هو انك تعبان مش تعبان هتقوم تذاكر، زهقان هتقوم تذاكر. هو ده اللي انا تمنيت ان كان حد يقولهولي وانا في الدفعة اللي قبليكوا. فانا جاية قبل ما الدفعة تبدأ، دفعة 26 جاية اقول لكم النظام اللي تمشوا عليه. طيب انت واحد مش عايز تحقق هدفك او مش فارق معاك، هتقعد في البيت تلوم نفسك، هتقعد تقول لي ما انا بعمل كده يعني انا كده مش عايز احقق. اقول لك لا يا صديقي، انت ممكن تكون عايز بس انت كده بتمشي في طريق اللي مش عايز. فبلاش تمشي في الطريق ده وامشي في الطريق اللي اقول لك عليه. انت زهقان تعبان ملان تعبت، انزل يا عم، شوف حته انت بتحب تقعد فيها، اقعد على القهوه مثلا ساعتين وارجع وذاكر. ما تقعدش تلوم نفسك، اصل لما تلوم نفسك مش هتستفاد باي حاجه نتيجه اللوم اللي انت عمال تلومه. فليه نضيع وقت؟ ليه نضيع وقت في حاجه ملهاش لازمه؟ ضيع وقت في المذاكره، ضيع وقت في حاجه تفيدك، اقرا لك كتاب، ضيع وقت في حاجه تفيد مستقبلك. يا عم فكر هتعمل ايه بعد سنه، بس ما تفكرش اكتر من كده، ان التفكير الزياده هيتعبك. فانت فكر في اللي انت هتعمله الان عشان تشوف انت نفسك ايه بعد سنة. وده اللي كان نفسي حد يقولولي، وطبعا اتمنى لكم كلكم الخير. ولو عجبك الكلام ده يا صديقي انزل اكتبلي في الكومنتات، انا هبدأ من النهاردة ولو خطوة بخطوة. وكده انا ابقى فرحان جدا اني قدرت اعمل من نفسك، لو غيرت منك حاجات بسيطة بس للافضل، فانا ابقى في كامل سعادتي. واشوفكم على خير والسلام عليكم.